انت عارف ان في حاجة واحدة بس ممكن تمنعك من التطور بشكل كبير جدا مهما كنت بتتمرن كويس او بتاكل كويس؟ النوم مهم جدا فوق مما تتخيل. النوم هو اللي بيظبط هرمونات جسمك كلها. النوم هو اللي هيخلي كل حاجة مظبوطة في حتة انك بتاكل كويس، بصحتك احسن، بتتطور، كل الكلام ده النوم عامل رئيسي يعني بلا منازع. فالنوم مهم جدا. بمناسبة موضوع النوم هقول لك على حاجة عشان تأكد لك كلامي. الفترة اللي فاتت انا الكيرف التطور عندي كان طالع، بس بسبب خلل في النوم ولخبطة مواعيد وكده الكيرف بقى نازل وخسيت. سيبك من حتة خسيت وزدت، لان كده كده الحمد لله بعرف ارجع بسرعة سريعة جدا يعني. بس انا بوريك الفرق ما بين كنت بنام كويس، كانت طبعا جودة تمريني كويسة، التطور بتاعي اسرع، كل الكلام ده، وما بين ان انا ما بنامش كويس، مستوى بدأ ينزل، خسيت شوية، تطور بطيء، اوزان في النازل. فاهتم بجودة نومك جدا 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 جدا، لان الموضوع ده مهم فوق مما تتخيل. بس في فرق ما بيني وما بينك. انت بتكون صاحي عشان قاعد تفر تدور على واحدة تشقطها ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده، انما انا ببقى سهران بشتغل، فده غصب عني يعني. انا تبقى في حاجات خارجة عن ارادتي. فلو انت من الناس دي حاول تظبط نومك، ابدأ يومك بدري، الموضوع هيفرق معاك بشكل كبير جدا. وبس كده، صباحك فل.